خطوات سريعة وبسيطة عشان ابني يرضى ياكل من البيت ويرضى ياكل أكل صحي، والبيت كله ياكل من البيت وتعم الفرحة على الجميع. الخطوة الأولى القدوة. الأطفال تحب المحاكاة وتقليد الكبار. كل صحي، امنع الإسراف، اشرب مية بدل العصاير والمشروبات الغازية. تاني حاجة اللعب بالألوان، وجبات ملونة مبهجة بألوان طبيعية 100%. تالت حاجة اللعب بالاشكال. الاطفال تحب الاشكال والقوالب، شكل ورده، شكل قطه، شكل هابي فيس. الاطفال وحتى الكبار يحبوا شكل الاكل يكون على هيئه صوابع او مكعبات صغيره ياكلوها بشوكه. رابع حاجه المشاركه في الطهي والطبخ، يساعدونا في المطبخ ويستخدموا الادوات اللي تكون مناسبه لسنهم. وطول ما احنا واقفين في المطبخ احنا بنتكلم على فوائد الاكل من البيت، فوائد الخضار، فوائد الفاكهه، فوائد الاكل الصحي. خامس حاجه وقت الطعام يكون وقت تحدي، وقت مسابقات ومفاجآت. سادس خطوه القصص والاغاني، اغنيه هم النم بتاعه المبدعه عفاف راضي، او اغاني كتير زي اغاني طيور الجنه او قناه اسرتنا، هتلاقي حاجات مبدعه في اليوتيوب. سابع نقطه الاواني المخصصه لطفلك اللي بتكون باسمه، او الوجبات اللي بيطلق عليها اسم ابنك وتلزق عليها استيكرات باسمه او بالاسامي اللي هو بيحبها. ثامن نقطه اكسر الروتين وغير مكان الاكل. سيب السفرة واعمل خيمة، سميها خيمة الخضروات والفواكه، سميها كامب المغامرون، سميها أي اسم ابنك يكون بيحبه. تاسع نقطة حولي الوجبات الصحية لوجبات سريعة. اعملي برجر الدجاج البيتي والكفتة البيتي، اعملي ساندويتش بيج ماما وساندويتش بيج هيلث. عاشر نقطة اعملي رحلات استكشافية لاستكشاف قوة الطعام الخارقة، خليها نزهة لطيفة غنية بالأكل الصحي. وأخيرا رسالة لماما وبابا، اقرأوا وتثقفوا في الأغذية الصحية، تابعوا قنوات صحية وتعلموا وصفات صحية، خليكم القدوة اللي ابنكم دايما بيقلدها. مفيش أغلى من صحة أطفالنا ودي مسؤوليتنا. ونقول سلام.